أهلا وسهلا بكم ومرحبا في تحديث جديد من تحديثات أسعار الذهب من الصور المصرية وآخر تحديث لأسعار الذهب عالميا. قبل ما نبدأ ندعوكم للاشتراك تفعيل علامة الجرس عمل لايك للفيديو علشان تقدروا تشوفوا التحديثات بتاعتنا وتتابعوا الأخبار بتاعتنا لحظة نشرها. بقية الذهب عالميا دلوقتي مسجلة 3309 دولار. دولار الصاغة النهارده في مصر مسجل 50 جنيه 96 قرش. دولار البنك النهارده 51 جنيه، ودولار السوق الموازي 51 جنيه و50 قرش. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية في تحديث الذهب. الحقيقة يعني احنا كان بقالنا فترة طويلة ما بنردش على التعليقات يعني بتاعة المتابعين والأسئلة والاستفسارات، فاحنا يعني هنحاول النهارده كده ان احنا ناخد التعليقات والكومنتات بحيث ان احنا نقدر نقول حاجة ما تبقاش عامة يعني لكل الناس، لا تبقى حاجة مخصوصة تفيد اي حد مثلا عنده حالة مشابهة او سؤال مشابه يكون بيستفيد من من المعلومة او من الإفادة. فاحنا النهارده كده قررنا يعني ان احنا نعمل يعني تحديث صغير للتعليقات على اخر فيديو ونسأل الأسئلة اللي فيه. تعالوا بقى ناخد كده شوية تعليقات من اللي جات امبارح على الفيديو ونقراها ونرد عليها. في عندنا طبعا كان سؤال: عايز ابيع دلوقتي وبعدين اشتري تاني لما ينخفض، ايه رأي حضرتك؟ طبعا انا قلت او رديت يعني على الكومنت ده، قلت لا انصح للبيع الا للضرورة فقط. انا طبعا ما بنصحش بالبيع الا للضرورة. ما تجازفش دلوقتي وما تخشش في مضاربات. انا بقول لك انه الذهب متوقع له في نهاية 2025 ان هو هيوصل لمساحة 3700 دولار عالميا. طبعا ده دلوقتي على الرسم البياني بتاع الذهب عالميا. خلاص، يبقى في نهايه 2025 وقيه الذهب لما توصل لها 3700 دولار، اظن انت لو رحت بعت عندها هتبقى مرضي. تمام. انما النهارده كده هتحاول تعمل مضاربات وانت مفيش عندك خبره في المضاربه، هتبيع دلوقتي وهتطلع على قمم انت شايفها، هتيجي تشتري هتلاقي نفسك بالذهب بيتجاوزك، بيطلع بيعمل قمم تانية، مش بينزل لتحت، مش بيعمل انخفاضات. فحاليا يعني انا ما انصحش طبعا بالكلام ده، وانصح ان انت تحتفظ بالذهب لحد لما تشوف منطقة معينة. خلاص، او افضل محتفظ بالذهب طول ما انت شايفه بيرتفع. خلاص، انت عارف ان قيمة فلوسك وقيمة مدخراتك معاك، انت محافظ عليه. في سؤال تاني كان بيقول: ارجو الافادة والرد بتعليق، ما هو دولار الصاغة او ماذا يعني دولار الصاغة؟ هل هو مختلف عن الدولار الامريكي؟ طبعا متابعتنا احنا ردينا عليها وقلنا دولار الصاغة هو دولار بتاع تجار الذهب، ما هواش دولار فعليا يعني مطبوع اسمه دولار الصاغة، لا. هو حاجة كده شبه الدولار الجمركي. الدولار الجمركي ده اللي هو اللي هو بيقول مثلا سعر الدولار الامريكي النهارده في البنك 51 جنيه و50 قرش، فالدولار الجمركي بتحطه بقى مصلحة الجمارك بيساوي 51 جنيه و15 قرش. هو في الغالب بيبقى كده، الدولار الجمركي بيبقى متقدر اقل شويه من الدولار الرسمي اللي في البنك. طيب، هل الجمارك يعني بتاخد دولار من البنك؟ لا، هو اللي حضرتك بتروح تدفعه للجمارك بيبقى قيمه الدولار اللي انت بتروح تورده للجمرك، هو قيمته 51 جنيه و15 قرش. طب هو بيبقى ليه عامل الدولار الجمركي اقل من الدولار بتاع البنك لمراعاة الفارق. الفرق ده اللي هو اللي هو بيبقى في النهاية الربح بتاع التاجر. فالتاجر لو راح ودى الجمرك دولار على نفس الدولار بتاع البنك، طبيعي ان هو هيبتدي يحمل السلعة بسعر اعلى علشان يطلع الهامش بتاع الربح بتاعه، فبالتالي الدولار الجمركي بيبقى اقل على طول من الدولار الرسمي بتاع البنك عشان بيراعي حتة الهامش بتاع التاجر ده. نفس الكلام الدولار بتاع الصاغة، دولار الصاغة بيبقى اقل شوية من الدولار بتاع البنك. تمام، بس ده قاعدة عامة برضه، وفي استثناء. الاستثناء احنا شفناه في 2023 ما كان الدولار بتاع السوق السوداء ب 73 جنيه، كان الدولار بتاع الصاغة ب 73 جنيه. وقتها كان دولار البنك بكام؟ كان ب 31 جنيه. يبقى الصاغة ساعتها سعرت على اعلى دولار موجود في مصر اللي هو دولار السوق السوداء. تمام. طيب، انما مش معنى ان دول اسمه دولار الصاغة انه تجار الدهب بيروحوا بقى يطلبوا من البنوك دولار، يقولوا له هات لنا الدولار بتاع الصاغة. لا، هي الفكرة مش كده. الفكرة ان هو اسمه بس دولار الصاغة، هو القيمة قيمة متغيرة. انا عندي مثلا أوقية الذهب مسجلة النهاردة 3500 دولار عالميا. انا هشوف الدولار في مصر بيساوي كام جنيه واضرب ده في ده يطلع لي سعر الأوقية عندك محليا. طيب، عايز اجيب سعر جرام الذهب نفسه بقى اللي هو في الأوقية، يبقى اقسم بقى السعر اللي هو
طلع لي عندي بالجنيه المصري على 31.1 اللي هو 31 جرام فاصل 100 ملي جرام، ده اللي هو الوزن بتاع الأوقية المتعارف عليه يعني. فيطلع لي سعر الجرام اللي هو بيبقى عيار 24. أرجو إن أنا أكون وضحت وأفدت الناس. سؤال تاني، محتاج كاش أول شهر يونيو أبدأ أبيع دلوقتي؟ لا، أنا ما انصحش حضرتك إن أنت تبيع دلوقتي، أنا انصحك إن أنت تنتظر لشهر يونيو اللي جاي علشان تبتدي تبيع، والأسباب طبعا أنا وضحتها. على فكرة، الكلام بالنسبة للناس اللي عايزة تروح تبيع في مصر، إنه الذهب في مصر هيبتدي يصعد لمناطق تانية في شهر يونيو، ده اللي هو في عيد الأضحى اللي هو شهر 6. فشهر 6 في التوقع بتاعنا احنا بنقول إنه الذهب في مصر هيرتفع وهيسجل مساحات جديدة. فبالنسبة لأي حد عايز يبيع في شهر يونيو، أظن إن هو هيكون يعني واقف على مناطق سعرية أحسن من اللي احنا واقفين عندها دلوقتي. رغم ان احنا دلوقتي خلي بالك واقفين على قمم سعريه، احنا مش واقفين على مناطق سعريه متوسطه بالمناسبه، لا ده اللي احنا فيه ده اعلى قمم للذهب. يعني هو متوقع مثلا ان هو لو صحح هينزل مثلا لل 3000 دولار او ال 3100 دولار. انما دلوقتي احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول الوضع عالميا هو اللي بيأثر في الذهب. طب الوضع عالميا هو عباره عن ايه؟ الوضع عالميا دلوقتي هو عباره عن تأزم خلاص، وبورصات عماله تنهار، وناس عماله تخرج من الشركات وعماله تروح للذهب، وناس مستثمرين بيروحوا للذهب، وكل هذا الكلام. فبالتالي في ضغط وفي طلب على الذهب، ما هواش اعلى حاجه، انما متوقع كمان ان هيبقى في اعلى من كده. طب النقطه اللي هي بتاعت 3500 دولار اللي الذهب وصل لها، متوقع ان هو يوصل لها مره تانية؟ متوقع طبعا ان هو يوصل لها مره تانية. كان التحديث بتاع النهارده طبعا فاضل لنا حاجه واحده نشوف الاسعار. سعر وقيه الذهب عالميا النهارده مسجله 3323 دولار. دولار الصاغه النهارده في مصر 50 جنيه 96 قرش. واسعار الذهب النهارده في مصر عيار 24 لو هتشتري 5480، لو هتبيع 5457. عيار 22 لو هتشتري 5023، لو هتبيع 5002. عيار 21 لو هتشتري 4795، لو هتبيع 4775. عيار 18 لو هتشتري 4110، لو هتبيع 4093. عيار 14 لو هتشتري 3197، لو هتبيع 3183. عيار 12 لو هتشتري 2740، لو هتبيع 2729. الأونصة لو هتشتري 170447، لو هتبيع 169736. الجنيه الدهب لو هتشتري 38360، لو هتبيع 38200 جنيه. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا علامة الجرس وتعملوا لايك للفيديوهات علشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا لحظة نشرها. نشكر طبعا كل الناس اللي بتتفاعل معانا، وكل الناس اللي بتسيب لنا تعليقات وأسئلة في الكومنتات، ونشوفكم في التحديثات اللي جاية.